في إطار استكمال عملية حق الشهيد، تمكنت عناصر إنفاذ القانون بشمال سيناء من القوات المسلحة والشرطة المدنية من استهداف عدد من الملاجئ والتجمعات ومخازن للسلاح والذخيرة والوقود للجماعات الإرهابية بمدينتي رفح والشيخ زويد بمعاونة القوات الجوية، والقضاء على 65 فردا من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة. وفي نفس الإطار وعلى الاتجاه الاستراتيجي الغربي، تمكنت عناصر من القوات الجوية من استهداف وتدمير 12 عربة دفع رباعي لاند كروزر خاصة بالمهربين، والتي تستخدم في أعمال التهريب عبر الحدود الليبية. وتواصل قوات إنفاذ القانون ملاحقة العناصر الإرهابية وإحكام السيطرة على محاور وطرق التحرك.